شلونك اخوي؟ بخير. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. طبعا هاي الموتر موترك؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيك خير ويكفيك شر ان شاء الله. الله يجزاك خير ابو. اليوم مشارك في اللي هو الكانو نايت مال الرولينج. تمام. بسألك بس كذا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. زين، بداية مع هاللقاء اللي بنسويه معاك. إذا ما عليك أمر تشرفنا باسمك. معك وليد الحربي يا ابو. حلو، شنو نوعية موترك؟ سيارة طبعا شوفرليه كورفت. حلو. سيارة زي ما تقول كلاسيك شوي. حلو. نادرة. حلو. تقريبا في الزمن اللي هي فيه يعني. موديل كم هي؟ السيارة موديل 99. فئة اف ار سي، هذه اللي جت تقريبا قبل زد 6. حلو. تقريبا قليل اللي يعرفون هذا الشيء، يعني اغلب اللي يشوفه يقول لك زد 6 دايركت يعني. السيارة زي ما قلت لك اف ار سي، ما فيها اختلافات طبعا عن زد 6 كثير. فئتها كان الانجن تقريبا الريشيو حق الجير، ممكن في شغلات ثانيه تخفيني ما اعرفها ممكن برضه. حلو، شنو حببك فيها غير عن مثلا السي 6 مع ان اغلب الشباب يفضلون سي 6؟ والله شوف، انا كان عندي 2 سي 6 اول. حلو. سي 6 زي ما تقدر تقول تشوفه كثير يعني. في كل مكان بتشوفه. صح كلامك بالضبط. الحلو في السياره ان ملاكها مخزنينها محافظين عليها واجد ما شاء الله عليهم، وهذا الشيء مره زين، فما يطلعون عليها، ان طلع بيطلع قليل. بس انا خذيت السياره، احب اطلع الصراحه اتمشى بسياره سبورت، ما احب اني اركنها في البيت. اركنها في مواسم ممكن، اوكي مواسم بتضرها يعني فيها حراره شيء زي كذا زايده، لا والله اركن السياره. وغير كذا السياره زي ما تقول نادره. زين، شنو تصرحنا بحلويات عليها؟ ايش عليها؟ والله السياره ما عليها. لا عادي بقول لك. السياره انا اقول طبعا ايش عليها، حتى يعني عند شباب في السعوديه. حلو. السياره طبعا بيلد انجن كامله. بستن كونكت اي كلها كرانك كلز بساتم ويسكو. حلو. ذرعان كومبستر ما شاء الله. كام شفت طبعا. الهيد وكاله بس عليها الثلاجه اللي هي فاست ما شاء الله مع ثروتن الكوليوم. الله يجزاك خير ابوي. ليش مو ياباني؟ اخر سؤال. والله الشفر بالاصح الامريكي بشكل عام بتحصل قطعه ارخص من الياباني بكثير. يقول لك بعد ما يطيب البشر لا شنو؟ الا الشفر طبعا. قاعد طبعا هذا شيء خاصين منه، بس الياباني له حقه والله ما نقدر نتكلم فيه ما شاء الله. بس برضو مد رجلك على قد الحافك. ايوه. اللس او الامريكي برضو قطعه ارخص، تقدر تروح بحر في التعديل. كم هورس باور تقدر تبي، كم هورس باور تبيه تقدر تجيبه. هاي شيء لاحظته صراحه. فاما الياباني لا والله بتدفع مبلغ وقدره وبتستانس فيه. والياباني دليوز اكثر طبعا من امريكا، هذا خالصين منه. فما شاء الله مثلا لو تقول 1000 للامريكي مو بزي 1000 الياباني. 1000 الامريكي ما راح تقدر تتمشى فيه واجد، تظل خايف من شو اسمهم يعني من الرياكشن ماله في الشارع كامل. اما الياباني تطلع تتمشى وياك اهلك وياك ربعك، مكيفك شغال، تطلع تتمشى بكل اريحيه يعني. هاي اللي ميزه، هذا اللي يميز صراحه الياباني. ايه الياباني هي ميزه، وهي ميزه قطع غيار. هذا قطع غيار رخيصه. واكثر من الناس برضه تشتغل عليها. وتيونه ما عجبك والله هالتيونر تقدر تروح لواحد ثاني، تيرك تغيره وتروح لواحد ثاني. والله الكراج صارت لك وياه مشكله، عندك 1000 كراج غيره تقدر تروح لاي واحد ثاني. واللي لاحظته سي 5 اتوقع اخف موديل من السي 6. اي نعم. وبعد بدي فيبر هو كلهم فيبر. السي 5 يميز القصه حقتها، والفئه هذه بالضبط هي زي ما قلت لك زي زد 6 يميزهم شاصيهم اخف من السي 6. حتى السي 6 الزد 6، وممكن ناس واجد يختلفون معاي في ذا الكلام، بس ان دخلنا وقرينا واجد يظل السي 5 الزد 6 او الاف ار سي اقل وزنا من السي 6. والله بنهايه هاللقاء الله يبارك لك ويعطيك خيره، وان شاء الله نشوف ارقامه بنصور الريس ان شاء الله والنازل عادي. عيوني لك حبيبي، عيوني يا ابوي، يعطيك العافيه. ما قصرت. الله يعافيك يا هلا. على خير.